لمناقشة مشاهدينا ينضم إلينا عبر الإنترنت من نيروبي محمود أحمد موسى القيادي بتحالف السودان التأسيسي. أهلا بك معنا سيد محمود. ولو نبدأ من التطورات الميدانية وإعلان الجيش سيطرته على منطقة أم دحيليب بجنوب كردفان، هذه المنطقة التي لها دلالة عسكرية واستراتيجية تقع إلى الشرق من منطقة كودة التي تتخذها الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عاصمة لها. كيف ترى هذا التقدم الميداني لقوات الجيش في تلك المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والخلود للشهداء، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، النصر المؤزر للأشاوس المناضلين. تحية خاصة في هذا اليوم للرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان بمناسبة العيد 42 وكل الرفاق بتحالف السودان التأسيسي. نحن في حركة الإصلاح والنهضة السودانية ننظر إلى ما تم بمنطقة الحمادي على أنه أمر مؤسف جدا. هذا الأمر الذي قامت به ميليشيات البرهان وكتائب الإرهابيين مثل البراء وغيرها، إضافة لمرتزقة المشتركة، هذه المجازر التي طالت المواطنين بمنطقة الحمادي، التي طالت الأطفال، التي طالت النساء. نحن نتحدث اليوم وهناك عشرات من الأسر فقدت ذويها بهذه المنطقة بهذه المجازر. وأنا أقول أن هذه المجازر هي أصبحت سمة متلازمة لتحركات هذه القوات الإرهابية في أي مكان، حيث أصبح استهداف المواطن على أساس عرقي هو السمة الملازمة لهذا الأمر. لذلك نحن نؤكد بتحالف قوات تحالف السودان التأسيسي وكل القوى المدنية والسياسية بتحالف السودان التأسيسي أن مشروع السودان الجديد لن تهزمه مثل هذه التحركات. هي تحركات محدودة في إطار العمليات الميدانية. يدخل هذه المنطقة وغدا سيتجه إليها الأشاوس وقوات تحالف السودان التأسيسي لتحريرها منهم وطردهم منها إن شاء الله. أنا أقول أن يجب أن ينتبه المجتمع الدولي إلى مثل هذه الانتهاكات، والجزيرة والخرطوم، وأخيرا قبل هذه المنطقة أيضا منطقة أم سميمة التي يتواجدون حولها الآن، أيضا ارتكبوا فيها مثل هذه المجازر الكبيرة في حق المواطنين العزل الأبرياء. ولذلك نحن نقول في تحالف السودان التأسيسي وعبر كل القوى السياسية المدنية التي تطمح إلى إعادة بناء السودان من جديد، سودان العدالة، سودان المساواة، أن مثل هذه التصرفات هي تعبر عن السودان القديم والعقلية القديمة التي تقوم على رأسها ما يعرف بالحركة الإسلامية، بالتأكيد والتي سنعود إلى تطمح هذه النقطة إلى مرة عودة. أخرى سيد محمود، وسيكون لدينا طرف آخر ربما قريب من الجيش للرد على هذه الاتهامات التي وجهتها الآن بالنسبة لما حدث في منطقة الحمادي بولاية جنوب كردفان. لكن أيضا فيما يتعلق بما يحدث في كردفان، وسألتك عن سيطرة الجيش على منطقة أم دحيليب، وتلك المنطقة لها دلالة عسكرية وجغرافية، هي تقع إلى الشرق من منطقة كودة التي تتخذها قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو عاصمة لها. كيف ترى هذا التقدم الميداني لقوات الجيش في تلك المنطقة؟ ماذا عن دلالته؟ هذا لا يعتبر تقدم ميداني، والمنطقة ليست هي منطقة عادية مثلها مثل غيرها من المناطق بجنوب كردفان، وهي أيضا ليست قريبة من منطقة كاودا حتى يكون هنالك أي تأثير عليها. هي منطقة عادية تجمعت فيها هذه القوات، ولكنهم كالعادة يضخمون إعلاميا من تحركاتهم، ويحاولون أن يكون هناك انتصار إعلامي بأي صورة لرفع المعنويات المنهارة لنظامهم المنهار إثر الضربات المتلاحقة بمختلف المناطق، سواء كان في برسودان أو في غيره. لقد أصبح هذا النظام الآن منهار وعلى وشك الذهاب إلى مزبلة التاريخ. هذه المنطقة هي منطقة عادية، نحن نؤكد أنها منطقة عادية مثلها مثل غيرها من المناطق. هم دخلوها وأحدثوا فيها انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للمواطنين الأبرياء العزل، وقريبا إن شاء الله ستعود هذه المنطقة إلى
حضن الوطن وإلى حضن السودان الجديد. المناطق الرئيسية في جنوب كردفان هي مناطق الدبيبات ومناطق أبو زبد ومناطق الدلن وخلافها. هذه هي المناطق الرئيسية. أما هذه المناطق الصغيرة فهي مناطق لتجمعات لهذه القوات ومحطات يمكن أن تعبر منها، والمعركة لا تزال مستمرة. نحن نؤكد جاهزية الأشاوس وقوات تحالف السودان بهذه طيب يعني لهزيمة هذه التحركات إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تعالى. طيب، على ذكر ما يحدث في بور السودان وما حدث خلال الأيام الماضية سيد محمود، هل يعني يمكن اعتبار أن حرب المسيرات التي تستخدمها قوات الدعم السريع هي تحولت إلى أداة لإجبار الجيش أن يذهب مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات ويجلس مع قوات الدعم السريع أو يجلس معكم في تحالف السودان التأسيسي من أجل الوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب؟ نحن نقول في حركة الإصلاح والنهضة السودانية كقوة موقعة بميثاق نيروبي نضع أيدينا مثل بقية القوى السياسية الأخرى أن من المبكر الآن الحديث عن السلام في الوقت الراهن، لأن الأمر الذي يجري الآن في الواقع هو تعنت المعسكر الآخر عصابة بورسودان والميليشيات التي حولها من الإسلاميين الإرهابيين المتشددين ومرتزقة المشتركة، والذين رفعوا راية العلم الراية العسكرية وقطعوا أي طريق للتفاهم وأي طريق للوصول إلى حوار يمكن أن يفضي إلى حل مشكلة السودان. وبالتالي تأتي هذه في كل مرة تتطور هذه المعارك بنوعية جديدة وتدخل إلى مجالات جديدة. وحرب المسيرات في السودان هي ليست حديثة، لم تبدأ ببور السودان، إنما بدأت حينما قامت هذه العصابة نفسها باستحداث مسيرات من إيران ومن تركيا ومن غيرها من الدول الداعمة لها، وأحدثت بها أضرار كبيرة. يعني أفهم من كلامك سيد محمود أن هذا تأكيد منك أن قوات الدعم السريع هي التي تقوم باستخدام هذه المسيرات التي قامت بالهجوم على مواقع استراتيجية وبنى تحتية في بور السودان. ولعلي أعيدك في ذلك لتصريحات سابقة لرئيس الحركة الشعبية شمال سيد عبد العزيز الحلو حينما هدد بتحويل الحرب إلى بور السودان. تلك التصريحات كانت قبل عدة أسابيع، وبعدها بدأت المسيرات بالفعل تستهدف منطقة بور السودان. لا، هذا ليس صحيحا. أنا تحدثت عن أن هذه الحرب الآن اتخذت مناحي جديدة ومناحي نوعية، ولكن لم يصدر عن الناطق الرسمي للدعم السريع ما يشير إلى أن الهجمات التي انتظمت ببور السودان هو الدعم السريع هو الذي نفذها. نحن لم نقل ذلك، أو الحركة الشعبية أيضا ليس لها أي صلة بهذه الهجمات. ولكن أنا أقول أن هناك تطورات نوعية في هذه الحرب. من المعلوم أن انتشار سلاح المسيرات الآن هو ليس بيد القوات المسلحة. أنا أتحدث إليك الآن وهذا السلاح الرئيسي. يعني هل من قبيل الصدفة أنه عبد العزيز الحلو يتحدث عن تحويل الحرب إلى بور السودان وبعدها بأسابيع قليلة تبدأ المسيرات بالفعل في استهداف مناطق استراتيجية في بور السودان؟ هل كل ذلك من قبيل الصدفة سيد محمود؟ يا أخي الكريم، لو تذكرون جيدا قبل هذا الهجوم على بور السودان تم هجوم من قبل على البرهان نفسه بتخريج في للكلية الحربية في إحدى مناطق شرق السودان، وهذا الأمر حدث العام الماضي. وأنا أستطيع أن أقول وقلت لك وأشرت إلى أن سلاح المسيرات الآن هو منتشر بيد هذه الكتائب الإرهابية، وهي أحيانا ترسل رسالة خاصة إلى البرهان نفسه حينما تراه يعني بدأ يتحدث عن حوار أو تفاوض أو غيره، يعني يرسلون إليه رسائل مختلفة في أماكن مختلفة مثل الهجومات المختلفة التي تمت عليه وعلى قياداته في مختلف المناطق. لم يصدر، ليس هناك ما نخفيه. إذا تمت هذه الهجمات يعني بصورة مباشرة من قوات الدعم السريع أو خلافه سيتم إعلان ذلك عبر الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع. ولكن أنا أقول في مجمل الأمر أن السبب الأساسي في التصعيد في هذه الحرب
ظل على الدوام مربوط بمعسكر عصابة بورسودان التي ترفض أي يعني صيغة للوصول إلى سلام شامل في السودان. لذلك نحن كقوة سياسية مدنية نتوقع في كل يوم أن تتطور هذه الحرب. نحن في تحالف تأسيس عندما طرحنا الحل السياسي الشامل والعدالة وطرحنا بناء السودان على أسس جديدة، كنا نقصد هذا الأمر في أن لا تكون السلطة متمركزة في يد فئة ونخبة محددة هي يعني تتخذ منها يعني مركز وتضع الآخرين في مقام التصنيف بقى. نحن نقول طيب أن كل السودان هذه الفكرة واضحة تماما سيد فيه في الحقوق محمود. والواجبات. سأعود إليك بالتأكيد، لكن